السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات روان، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبه للوصفه ديال اليوم فكنقترح عليكم هاد الكنافه اللي يا سلام ما تشبعوش منها. كتجي مقرمشه من برا وبواحد الحشوه معلكه من الداخل وما تطيحش لكم على البال، اقتصاديه جدا. حاولت انني نتقاسم معكم هاد الوصفه هذه باش اللي في الاستطاعه ديالو كانه يدير اللوز المكسرات الاخرى مرحبا، اللي ما في الاستطاعه ديالو راه ماشي ضروري، راه ممكن نخدموا باي حاجه وتجينا بنينه، غير هو نعرفوا هكا كيفاش نخدموا ليها. فحاولت انني نتقاسم معكم هذه الطريقه اللي بسيطه وسهله جدا، ما فيها لا تعقيدات لا حاجه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى من الناس الجداد اكيد اللي عجبهم المحتوى ما ينساوش انهم يشتركوا في القناه، يخليوا لي تعليقات ديالهم. وما نطولش عليكم هنايا بزاف، غادي ندوز معكم مباشره للطريقه والمقادير ونبداو على بركه الله. وكنبداو هنا اول حاجه بالزبده. عندي واحد 80 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، يعني زبده نوع جيد. كنديرها هكا على النار وكنخليها كتبقى كتطبخ حتى كتحيد منها هذاك الماء اللي فيها. عندي هنا 400 غرام ديال كاوكاو حمر بالقشور ديالو اللي حمرته في الفران، وطحنت معاه واحد 100 غرام ديال سنيده. كنضيف عليه معلقه كبيره من هذيك الزبده اللي ذوبنا من قبل، ومعلقه صغيره ديال القرفه، و 4 كاس ديال الماء الزهر، وكنبقى كنجمعوه على هذا الشكل حتى كيشرب هذاك الماء الزهر صافي. وكنردو على جنب. كناخذ هنا الكنافه، عندي نص كيلو ديال الكنافه، ولكن بالنسبه لهاد الحشوه غتحتاجوا غير الربع، غير النصف ديالها، يعني غير 4 كيلو. ودائما حاولوا انكم تاخذوا هكا الكنافه اللي تكون جديده باش ما تعذبكمش. شوفوا معايا هنا انا الكنافه الصراحه بحال ناشفه شويه، راه غير حيتها من الساشيه وهي بدات كتفرستي بوحدها، ولكن معليش واخا هكاك غادي نخدموا بها. صافي هنا كناخذ هكا واحد الكميه وكنحاول انني نحلها مزيان، هذوك الخيوط يتحلوا ما يبقاوش ملاصقين بيناتهم. وكنقطع منها واحد الشريط على هذا الطول هذا. المهم الحجم دائما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما، واش بغيتوا ديروا هذوك المربعات ديال الكنافه كبارين او لا صغيورين. صافي كنحط واحد الشريط وكنحط بالجهه المقابله ديالو الشريط الاخر، وكندير في الوسط داك الحشوه ديال الكاوكاو، كنديرها على شكل مربع وكنحطها في الوسط وكنغلق عليها. قبل ما نحطها في اللاطه كندهن شويه هذيك اللاطه بالزبده، وعاد كنحط فيها. صافي هنا شوفوا معايا، بما ان الكنافه ناشفه دائما تلقاوها ناشفه اولا تخليوها فوق الطبله ديالكم وتنشف ليكم، خذوا واحد السبراي ورشوها. هذيك السبراي فيها غير الماء، الماء ديال الروبيني بارد. صافي وكترشوها وكتولي كتعطيكم الطوع في يديكم. شوفوا هنايا كيفاش ولات رطبه صافي، وكتحل بلا ما كتفرتت بزاف، يعني ما كتضيعش لكم بزاف. واخا الصراحه حتى هذيك اللي مفرتته راه ما كتضيعش، راه تقدروا تخدموا بها بزاف ديال الاشكال ديال الكنافه اللي كتكون هكا مهرمشه، يعني مطحونه كنطحنوها اصلا عاد باش كنخدموا بها الكنافه، سواء ديال الكريمه او لا اي نوع ديال المعسلات اخر. صافي هنا كنبقى كنشكل بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا كنحط واحد الشريط اللي كيكون فيه كميه هكا ديال خيوط الكنافه، وكنعاود كنحط شريط اللي يكون بنفس الطول بالجهه المقابله ديالو. الطريقه راها سهله، شوفوا معايا. وكنجيب هنايا كنقاد الجوانب اكيد باش ما تجينيش هذيك الكنافه مشنتفه بزاف. صافي وكنحطها على الطبله، وغادي ناخذ هذيك العقده ديال كاوكاو، كنشكلها على شكل مربع على داك القياس اللي عندي في الوسط. وكناخذ هذيك الجهه التحتانيه كاع داك الشريط الاول اللي حطيناه على الطبله هو اللي كنطويو الاول، من بعد كنعاودو هذاك الشريط الدخلاني هو اللي كنطويو في التالي، وكيجي هذا هو الشكل ديالها. راه زعما ما تخلعكمش هكا واخا تبان لكم مشنتفه ولا مخربقه، راه ماشي مشكل، فاش كطيب راه كلشي كيتسود هاد الكنافه وكتولي تجمع. صافي نعاود معكم هنايا واحده اخرى بنفس الطريقه، راه طريقه سهله، غير هو خصكم تتبعوا المراحل. وهاد بالنسبه لهاد المعسلات ديال الكنافه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، راه دغيا دغيا كتساليوهم. صافي هنا غادي نعاود معكم مره اخرى باش تكون الصوره ان شاء الله واضحه. كنقطع هكا خيوط عفوا ديال الكنافه اللي كيكونوا هكا مقادين،
ومن بعد كنحلهم هكا بيديا باش كتجيني هذيك الشعيرات او لا هذوك الخيوط ديال الكنافه مفرزين وكل وحده بوحده ما كتجيش معجنه. صافي وكنفرق القياس اللي بغيت بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نقطع على حساب الطول اللي انا خدمت في الاول، يعني خصكم تاخذوا عبار واحد هو اللي تكملوا عليه باش يجيوكم الحبات كاملين قد قد. غادي نعاود هنايا بنفس الطريقه كيف ما شفتوا كنقاد، ودائما كنحيد هذوك الزوائد داك اللي تفرشتو كنحيدهم من سطح العمل. صافي وبنفس الطريقه كنحط الشريط، كنحط بالجهه المقابله الشريط الاخر، وكنجيب الحشوه ديالنا كنحطها في الوسط وكنطوي عليها بنفس الطريقه. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه وانكم تجربوا هذا الشكل هذا اللي صراحه بسيط ساهل دغيا دغيا كيوجد معكم. زعما ما فيهش شي تماره ولا شي عذاب. هنايا شوفوا معايا عاود غير تنشف لكم شويه الكنافه، عاود خذوا هذيك السبراي اللي تكونوا حاطينها حداكم فيها الماء ورشوها باش ما كتعذبكمش وما كتبقاش تفرتت بزاف. صافي وخدموا اللي خدمتوها كتحطوها في اللاطه ديالكم وانتم غاديين حتى تساليو الكميه ديالكم. كيف قلت لكم انا بالنسبه ل 400 غرام ديال الكاوكاو فدخلت لي فيه تقريبا واحد الرابعه ديال الكنافه. وهنا من بعد ما كنسالي الكميه كامله اللي عندي فكناخذ واحد الكاس ديال العنبه اللي فيه 4 كاس ديال الزيت النباتيه وكنضيف عليه هذيك الكميه ديال الزبده اللي بقات ليا اللي دوبت معكم في الاول حتى ولات نوازيط. يعني كناخذ الكماله ديال الكاس 4 كاس ديال الزيت النباتيه والكماله كنديروه زبده. صافي وكناخذ هكا معلقه وكنبقى كنسقي هذيك الكنافه من الفوق. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فالكنافه كتبغي انها تطيب على المهل. بالنسبه للفران ديال البوطه فكطيبوها على نار مهيله بحال غطيبوا الكيكه. العافيه كتكون فقط من التحت ديالها في الاول حتى كطيب وكتذهب لكم من الجناب، عاد كتهبطوها وتشعلوا عليها من الوجه ديالها. اما الا درتوها في الفران ديال الضو ف 160 درجه الا كان الفران ديالكم كيسخن بزاف، والا كان الفران ديالكم بارد ديروا 180 وخليوها طيب على المهل ديالها على خاطرها راه كتاخذ تقريبا واحد 40 دقيقه وكتكون طايبه على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما طابت الكنافه ديالنا شوفوا معايا اللون ديالها كيفاش كيجي. صافي كتاخذوا هنا اما القطر الا بغيتوا طيبوه، ولكن انا الصراحه كنصحكم انه الا كنتوا باغيين انكم تحتفظوا بالكنافه ديالكم مده طويله وتبقى معاكم كيف ما طيبتوها النهار الاول، يعني تحافظ على هذيك القرمشه ديالها والتعليكه في نفس الوقت، فما ديروش القطر اللي كيكون خفيف. كنصحكم انكم ديروا العسل سواء طيبوه في الدار او لا شريوه هكا مزنقه وسخنوه شويه. انا هنا درت العسل اللي زعما راه واجد عندي في الدار باش هكا كتبقى الكنافه ديالنا محافظه على هذيك القرمشه ديالها. وهنا انا كنخليها في هذه اللاطه تبات ليله كامله او على الاقل واحد 3 ديال السوايع حتى كتشرب هذاك العسل الكافي وعاد كنهزوها. بالنسبه للتزيين فانتوما تزينوا حسب الرغبه ديالكم. بما انه الحشوه كانت عندنا بكاوكاو فانا زينت كذلك من برا بكاوكاو، وكيجي هذا هو الشكل ديال الكنافه ديالنا من بعد ما زدت عليها شويه الاضافات، غير شويه ديال الورد بلدي وشويه ديال الفويتين اللي كان عندي باللون الاحمر، وكيكون هذا هو الشكل ديال الكنافه ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليو لي تعليقاتكم، ما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنتمنى ان هذه الايام المباركه تدخل عليكم وانتم بخير وعلى خير ودائما بتمام الصحه والعافيه.